يتعرف كل شخص على ذاته ويميزها عن الآخرين من خلال عنصر جوهري باطني ثابت يصطلح عليه بالهوية الشخصية. وتطلق الهوية الشخصية identity personnel على الشخص باعتباره يبقى هو رغم ما قد يطرأ عليه من تغيرات خارجية، كما تدل عما يميز الذات عن غيرها ويجعلها مطابقة لذاتها. فعندما يستعمل الإنسان لأول مرة كلمة أنا لكي يعبر عن ذاته وعن إرادته ورغبته، فإنه يدخل مرحلة الوعي بالذات وتشكل الهوية الشخصية personal identity. وحين تأمل الفلاسفة والمفكرون قضية هوية الشخص، وجدوا أن لها ارتباطا بالمقومات الجوهرية المحددة للذات الإنسانية، وهنا طرح أشكال الأساس الذي تقوم عليه. كما تم التساؤل أيضا عن طبيعة هذه الهوية إذا ما كانت تظل ثابتة على حالها، أم أن هوية الأشخاص تطرح إمكانية التغير والتعدد. وهذا ما يقودنا إلى بسط الإشكال الفلسفي لهوية الشخص في ضوء التساؤل التالي: ما دلالة مفهوم الشخص والهوية؟ وما الأساس الذي تقوم عليه هوية الشخص؟ هل تقوم على الفكر والعقل، أم على الإحساسات والذاكرة، أم على وحدة الطبع وترابط الذكريات؟ وهل الهوية الشخصية ثابتة أم متغيرة، واحدة أم متعددة؟ أنا الفيلسوف ديكارت، رائد الفلسفة العقلانية ومؤسس الفلسفة الجديدة، في سياق الإجابة عن الإشكال الفلسفي الذي تطرحه قضية هوية الشخص، يبدو لي أن العقل هو جوهر الذات الإنسانية، وبدونه لا يمكن للإنسان أن يعي ذاته ويدرك وجوده ويبلغ الحقيقة، بما في ذلك حقيقة الوجود الذاتي والهوية الشخصية. ومن هنا فإن أساس هوية الشخص بنظره هو العقل والفكر، وما يؤكد بنظره هذه الحقيقة التي تحمل طابع البداهة والوضوح في الأصل هو أنه موجود بهذه الصفة حتى ولو كان نائما دائما. ومن خلال هذا يتبين أن حقيقة الأنا هي كونها ذاتا مفكرة تستطيع أن تثبت وجودها من خلال هذا الفكر ذاته الذي ينطلق من الذات ليعود إليها.